فيلمنا بيبدأ وبيكون في ناس كتير موجودين في سيرك، وبيكون في واحد بينط في دايرة كلها نار وبيكون اسمه جوني بليز، وبيروح لابوه وبيكون اسمه باراتون وبيمشوا سوا، وبيقول لابوه ان هو لازم يهتم بنفسه، وبيصلحوا الموتوسيكل بتاعهم سوا، وبيدوا لابوه نصايح بس بيفضل يكح وبيقوم يولع سجاير. وبيقول جوني لابوه ان هو عاوز يركب جريس، وده بيكون نوع موتوسيكل عندهم. وبتروح روكسي في جوني وبيقول لابوه يروح ليها، وبيروح عند شجرة وبيكتبوا اسمهم عليها وبيقعدوا سوا. وبتقول له روكسي ان هي هتمشي عشان ابوها هيوديها تعيش مع امها. بيقول لها طب واحنا؟ قالت له ان ابوها بيقول لها ان هو مش مناسب ليها. وبتقول له روكسي الحل ايه؟ قال لها هنمشي سوا. قالت له طب وابوك والعرض؟ قال لها جوني ان هو مش محتاج ليه، وبيقول لها بكره هيمشوا سوا. وبيرجع جوني للبيت وبيكون ابوه قاعد على الكرسي ونايم، وهو بيتفرج على صورهم زمان، وبياخد السجاير يرميها وبيلاقي ورقه وبيشوفها، بيلاقي ان ابوه انتشر السرطان في جسمه كله. وبيصحى من النوم وبيكون جوني واقف وبيروح يصلح في الموتوسيكل بتاعه، وبيكون حد دخل للسيرك وكل النور بيطفي وبيقيد. وبيروح لجوني وبيقول له ان هو شاف العرض بتاعه وهو كان مبسوط بالعرض بتاعه وبيشكره جوني. فبيقول له الراجل ده انه ممكن يخليه يسوق لحسابه. قال له جوني شكرا. فبيقول له الراجل في ايه؟ انت قلقان عشان ابوك؟ قال له جوني انت عارف ايه؟ قال له ان الأعمى يقدر يشوف ده، وان مشكله السرطان انه بيموت اللي هو بيحبهم. وبيقول له ايه رايك لو ساعدت ابوك؟ قال له جوني ازاي؟ قال له الراجل ده ان هو هيخليه احسن وصحته تبقى كويسه، بس هنعمل اتفاق. قال له جوني سعرك كام؟ قال له هاخد روحك. وبيضحك جوني بسخريه. قال له الراجل ان مع شروق الشمس ابوك هيبقى كويس وحياتك كلها هتبقى قدامك، وكل اللي عليك هتوقع على الوثيقه دي. وبيروح جوني يشوفها عشان يقراها، فبيتعور ونقطه الدم بتنزل على الورق، وبيقول له ان ده هيأدي الغرض. ولون عينه بيتغير، وبيصحى جوني من النوم مفزوع وبيلاقي ابوه واقف، وبيقول له ان الدكتور قال له ان هو بقى كويس وحالته اتحسنت، وبيقول له يجهز عشان العرض. وبيروحوا للسيرك تاني وبيتفق معاه على قفزه هيعملوها سوا، بس جوني بيفضل واقف وبيقول له ان روكس ابوها هياخدها بعيد وهو لازم يمشي، وهو عاوز حاجه احسن من اللي هم فيه ده. فبيقول لابوه يمشي بسرعه، وبيدوله المفتاح بتاع غريس، وبيمشي وبيروح للعرض. وجوني بيخرج وبيروح ابوه ينط من حلبة النار. الراجل ده بيظهر قدامه وبيقع، وبيسمع جوني الصوت وبيروح لهم جري، وبيكون ابوه اللي وقع وبيكون بيموت. وبيشوف الراجل ده قدامه وبيختفي، وبيخرج يركب غريس لحد ما بيلاقي الراجل ده قدامه وبيقع، وبيلاقيه واقف قدامه وبيقول له جوني ان هو قتله، بس قال له ان هو عالجه من السرطان بس ما كانش هينفع يسيبه عايش. وبيجي يضربه جوني بس بيختفي، وبيقول له في يوم ما احتاجك هجيلك. وطول الوقت ده هيراقبه وبيخليه ينسى كل حاجه وبيختفي. وبيروح لروكسي بس بيمشي ومش بينزل ليها. وبيكون جوني كبر وبيكون بيقدم عروض في سيرك برضه، وبيكون جوني بيعمل عروض مجنونه وبينط من فوق عربيات كتير قوي بس بيقع. بيروح للمسعفين كلهم ليه وبيفوق وبيقول لهم الدراجه كويسه ولا ايه، وبيلبس نضارته وبيقوم تاني والكل بيكون بيشجعه. بيروح في العربيه بتاعته وبيكون صاحبه معاه وبيتفرجوا على التلفزيون، وبيشوف نطة جوني تاني وبيقفل صاحبه التلفزيون وبيقول له المفروض يروح يرتاح. وبيكون الجو بيمطر وفي رعد وبرق ونار بتنزل من السماء، وبيظهر حد مخيف فجأة. بنروح لواحد واقف قدام بار وبيجي يشرب، بيلاقي المشروب بتاعه بيتجمد كله، وبيكون الشخص الغريب ده داخل عليه وبيحاول يمنعه بس بيلمس جسمه وبيموته. وبيدخل جوه. بنروح لجوني وصاحبه وبيكونوا ماشيين سوا، وبيروحوا لبيت جوني وبيكون المكان كله دراجات نارية للسباقات والعروض. وبيروح صاحبه يقول له ان هو عاوز يتكلم معاه، وده بخصوص ان هو عمل عرض في ذكرى حادثة ابوه. وبيكون جوني بيتفرج على قرد بيضرب في انسان ومبسوط، فبياخد ماك الريموت وبيقفل التلفزيون، وبيقول له جوني ان هو لو لمس الريموت تاني هيتخانق معاه. بس بيقول له ماك هو عاوز يثبت ايه؟ بيقول له جوني يثبت ان هو. قال له ماك ما هو اكيد هيبقى انت، وفي حد غيرك؟ وبيكمل وبيقول له ان هو بيخوفه عشان بيقرا في الخرافات دي. وبيكون جوني شايل ذنب موت ابوه، بس ماك قال له ان هو ملوش دعوه. وبياخد الريموت وبيشغل التلفزيون، وبيقوم ماك يمشي. وبيكون الشخص الغريب ده جوه البار وبيكون موت الكل، وبيظهر 2 ليه وبيقولوا له عاوز منهم ايه؟ قال لهم عاوز عقد سان في نغنرة، وهو مدفون في مقبره قريبه من هنا. وبيروح واحد كمان ليهم وبيكون دخان، وبينادي عليه واحد وبيخرج ليه، وبيكون الراجل اللي راح لجوني في اول الفيلم، وبيقول له ان قوته مش زي قوته دلوقتي، بس الفارس بتاعه هيبقى اقوى منه. وقال له ان هو حط قوه لهب الجحيم في انسان، ولو هو واثق فيه واداله حقه، بس قال له ان كل حاجه ملكه لحد اخر يوم. فبيقول له يبعت الفارس بتاعه وهو هيدفنه، وبيختفي. وبيكون في عرض في ملعب والناس
كلها بتكون متحمسة، وبيقول له صاحبه ان هو مش لازم يعمل كده بس مش بيسمع عليه، وبيخرجوا سوا وبيكون في ناس كتير عاوزة تعمل لقاءات معاه بس مش بيكون راضي. وبتقول له واحدة طب لو صديقة قديمة، فبيبص ليها وبتكون ديت روكسي وبيعمل معاها مقابلة، وبيقول لها ابوها عامل ايه بس مش بترد عليه، وبتعمل مقابلة زي اي حد وبتقول له ايه في دماغك دلوقتي وانت هتنط المسافة دي كلها؟ قال لها ان هو شافها على التلفزيون وهي بتعمل حاجات كويسة، وبتيجي تسأله وبيقول لها سمع ان هي اتجوزت، قالت له لا وبتقفل التصوير بسرعة، وبيسألها هتستنى تشوفه، قالت له انها مش بتستمتع بالقفز بتاعه وبتمشي، بينادى عليها وبتقف بس بتكمل مشي، وبيقول لها المصور ان هو عاوزها تفضل بس بتقول له لا، قال لها ان هو هيشتري لها كحكه، قالت له لا برضه، وبيجهز جوني بليز، وبيكون جوني شال العربيات وبيجهز طيارات تنزل، وبيكون ماك مصدوم والطيارات بتنزل لارض الملعب، وبتكون روكسي مشيت، وبيتحرك جوني بسرعه وبينط من فوق الطيارات، وبيفضل يفتكر روكسي وبينط من فوق كل الطيارات والكل بيكون مبسوط، وبيرمي الخوذه لطفل وبيخرج على طول، وبيكون رايح ورا روكسي وبيقول للسواق يقف بس روكسي بتقول له لا، وبيروح لهم تاني وبيكون في عربيه هتخبطه بس بيعرف يتفاداها بسرعه، وبيروح لهم تاني وبيسبقهم وبيقف قدامهم فبيقفوا. روكسي بتنزل وبتقول له انت عاوز تموت نفسك؟ قال لها ان هو عاوز يتكلم معاها، قالت له ان هي ما عندهاش وقت وبتمشي، بس بيقول لها كان ممكن ترفض لما طلبوا منها تعمل مقابله، فبتقول له انت عاوز ايه، وبيعزمها على العشاء، بس بتقول له انت تقصد ايه بكلامك ده، وبتقول له بالنسبه للماضي فهو عدى خلاص، وبعدها بتقول له على المكان ويجي الساعه 8 وبتمشي، وبتقول له ما يتاخرش، وبيكون في جمهور كتير حواليه وبيروحوا عليه عشان يوقع عليهم، وبتكون روكسي في المطعم وبتكون مستنيه جوني، وبيكون واقف قدام مرايه بيقنع نفسه ان هو يستاهل فرصه تانية، بس بيشوف ايده لونها احمر قوي وبيحاول يحطها في ميه بس من غير اي حاجه، وبيسمع حد بينادي عليه وبيبص مش بيلاقي حد، وبتكون روكسي زهقت وبيخرج جوني يدور على الصوت وحد بينادي عليه تاني، وبتكون في دراجة نارية، وبيشوف جوني الراجل اللي عمل معاه العقد زمان، وبيقول له جوني هو هنا ليه؟ قال له ان هو على طول هنا وكل مرة كان بيحميه، وبيقول له يدور على واحد اسمه بلاك هارت ويدمره، بس جوني بيقول له يدور عليه هو، وبيركب الدراجة وبيقول له الراجل ان هو ملتزم معاه بعقد ولو نجح هيرجع روحه ليه، قال له هو مش هيعملها، بس قال له ان هو ملوش اي خيار تاني، وبيخبط الارض بالعصاية، الدراجة بتتحرك بسرعة وبيكون ماشي بسرعة خيالية وبيدمر الطريق كله، وبيكون مجموعة من الأشرار ماشيين وحد بيشوفهم وبيوقفهم فبيسألوه على مقبرة، قال له الراجل كانت من زمان ونقلوها ومش عارف هي فين دلوقتي، وبيموته، والدراجة بتاعه جوني بيقع منها وبيكون جسمه بيولع، وبيكون جوني مش قادر وبيتحول لجمجمة مولعة نار، وبيروح ليه وبيقول له جوني يمشي من هنا، فواحد بيدخل يضرب جوني وبيخنقه بسلسلة بس جوني بيقطعها وبيكون رايح ليه، وواحد تاني بيمسك رجله والتاني بيخبطه بعربية وبيقول له السواق ان هو مش قوي وبيمشي، بس جوني بيمسكه يضربه وبيلف السلسلة وهي كلها نار عليه وبيموته، وبيصفر للدراجة وبتجيله وبيحولها كلها لدراجة نارية، وبيمشي وبتكون روكسي في المطعم ومتضايقة وبيشوف جوني حد بيسرق من واحدة فبيروح ليه، وبتجري الست وبيمسك جوني الراجل وبيقول له يبص في عينه، واول ما بيشوف بيخليه يحس بكل اللي سرقهم وبيمشي، وبيقف فجأة وبيرجع انسان تاني قبل ما الشمس تطلع عشان بتكون الشمس بتأذيه، وبيروح للراجل وبيغمى عليه وبيفوق وبيقوم يشرب، وبيخرج للراجل ده وبيشكره جوني وبيقول له جوني فين الدراجة بتاعته، قال له ان هي بره واللي حصل امبارح حصل فعلا مش حلم وهيحصل كده تاني، قال له جوني هو مين، بس الراجل قال له السؤال هو انت مين، انت الفارس الشبح، وبيمشي جوني وبيروح للدراجة بتاعته وبيقول له الراجل ان هو هيحتاجه بس بيمشي، وبيقول له الراجل ان مفيش هروب من العقد ده، فجوني بيقف وبيقول له الراجل بالتوفيق، وبتكون روكسي في الاخبار وبيتكلموا عن اللي حصل امبارح، وبيقعد جوني مع الراجل وبيقول له عن الفارس وبيكون بيعالج الجروح بتاعته، وبيبدا يفتكر وبيقول له ان هو شاف كل حاجه غلط عملها وقلبها كلها عليه، وبيقول له الراجل ده اسمه التحديق المفزع وده بيموت ارواح الاشرار وده اعظم سلاح للفرسان، قال له جوني كان في فارس قبله، قال له اخر واحد كان من 150 سنه وكان في مدينه صغيره وناسها كلهم طيبين لحد ما اتقلبوا كلهم ضد بعض، قال له ايه علاقه بلاك هارت، فسالوا الراجل هو بعته وراه، قال له جوني في ناس كمان معاه، قال له المتخفيين، وبعد ما بيخلص خياطه بيقوم وبيمشي، وبيقول له الراجل هو ليه قبل بالعقد ده، قال له ان هو كان طفل، قال له خدت المقابل، قال له لا، ومشي وبيصور ناس في المكان بتاع الجريمه، وبيمشي جوني وبيشوف الاثر اللي عمله، وبتحكي الست اللي انقذها جوني عن شكله وبتقول ان جمجمته كانت مولعه وبيكونوا مستغربين منها، وبتنهي روكسي اللقاء معاها وبتشوف جوني وبتقول له لا، وبتقول له ان هو خلاها تفتكر الماضي كمان وان ابوها كان معاه حق وهو مجرد مرحله في حياتها، وبتركب العربيه وبتمشي، وواحد بيلاقي اللوحه بتاعه الدراجه وبيروح جوني قدام المرايه وبيحاول يشوف هيتحاول ولا ايه بس من غير اي فايده، وبيقعد يقرا في الكتب عن اللي بيحصل معاه وبيحاول تاني وايده بتولع فعلا، وبيلاقي روكسي طالعه عنده وبتقول له ان هي هتمشي النهارده ومش عاوزه يكون اخر حاجه بينهم اللي هي قالته وهي متضايقه وبتشم ريحه حريق، بس بيقول لها ممكن يبقى بره البيت، وبتشوف صورهم سوا وبتقول له ان هو كان ممكن يقتل نفسه عشان يخرجوا وما جاش ومحتفظ بصورهم، وبتقول له في
في ايه وممكن يقول لها ايه اللي بيحصل. قال لها ان هي مش هتصدقه. قالت له بس جرب. قال لها ان هو بقى روحه للشيطان وعشان كده ما عرفش يجي المطعم عشان كان متحول لوحش وبيحاول يتعلم ازاي يتحكم فيه ومش بتكون مصدقه حاجه. وبتقول له هو ده العذر بتاعك لكل ده؟ وقالت له مفيش غير حلين، اول واحد ان اخدك لمستشفى نفسيه او ان هو بيتحجج بحجج سخيفه. وبتقول له ان هي هتمشي للابد وبتمشي روكسي والشرطه بتروح عليه وبيكون عشان يعتقلوه. وبيقول له المحقق ان هم لو لوحه الدراجه بتاعته على الطريق، بس جوني بيقول له انه ما قتلش حد وبيوريه ناس ميته، بس جوني قال له ان هو ما عملش كده. محقق تاني بيقعد وبيحاول معاه تاني، بس جوني بيقول لهم ان هو ما قتلش حد وبياخدوه عشان يحبسوه وبيدخلوه مع ناس كتير وبيكونوا كلهم عارفينه وبيضربوا فيه كلهم، بس بيتحول فجاه وبيرميهم كلهم. وبيقول للطفل هناك ان هو بريء. وبيخرج جوني وبيسمع واحد صوت جاي وبتكون دراجه جوني وهو حب يضربه، بس جوني مش بيكلمه وبيمشي. وبيروح بلاك هارت يسأل على العقد مع واحد وبيقول ان هو مش عارف هو فين وبيتحول عليه. وبيكون الشرطه كلهم بيجروا ورا جوني فبينزل في الميه وبيطلع يمشي على الميه وبيكون راجل مستغرب ازاي كل ده بيحصل. وبيروح جوني ليهم وبيجروا منه وبيضربوا الراجل بتاع الدخان والشرطه بتكون ورا برضه. فبيطلع على المبنى بالدراجه وبتشوف روكسي اللي بيحصل. وبيطلع جوني على اعلى برج والطياره بتروح ليه، فبيطلع جوني السلسله بتاعته بيرميها على الطياره وبتروح روكسي تشوف. وبيكون جوني بيشد الطياره وبيرميها بعيد عنه وبيروح بتاع الدخان ليه، بس بيولع في السلسله بتاعته وبيعمل بها اعصار وبيموته. وبينط من على البرج وبينزل قدام الكل وبيبص لروكسي وبتعرف ان هو وبيضربوا نار عليه بس مش بيموت وبيركب الدراجه بتاعته وبيمشي. وبيروح الراجل اللي قال له على كل حاجه وبيقول له انهم عرفوا هو مين. قال له مين؟ قال له الكل. وبتروح الشرطه لروكسي وبيقولوا ليها جوني حاول يكلمها، قالت لهم ان هي مش هتعرف تساعدهم وبالله ان هو عارف ان جوني متورط في الموضوع ده وهي لازم تساعدهم وبيمشوا. بيروح جوني للراجل اللي عند المقابر تاني وبيحكي ليه على اول فارس شبح وحصل معاه نفس الكلام في العقد اللي اتعمل معاه، وبيقول له يبعد عن اي حد بيحبه عشان بلاك هارت هيستغل كل ده ضده. وبيفتكر روكسي وبيمشي وبتكون روكسي راح لجوني بس بتلاقي صاحبه وبتتخض وبتقول له ان هي بتدور على جوني. قال لها هو كمان بيدور عليه وبيقول لها ان في اخر فتره بدا يقرا في كتب غريبه وعقله بيتدمر. وبيخرج الراجل بتاع المقابر وبيلاقي واحد من اللي تبع بلاك هارت وبيروح ليه وبيلاقي بلاك هارت وراه بيضربه وبيقول له ان هو عنده كل قوه ابوه وما عندوش اي نقط ضعف. وبيقول له هو عاوز العقد وهو عارف ان هو هنا وبيضرب فيه كتير وبيقول له يجي ويقرب ليه وبيقول له ان هو هيقع وبيضربه جامد. وبيسأله على الفارس قال له ان هو مشي. قال له والبنت؟ رد عليه قال له ان هو لو لمسها هيبقى زي البرق قبل العاصفه. قال له وهو عاوز كده. وبيروح جوني لمساعد روكسي وبيقول له هي فين؟ قال له ان هي بتدور عليه وبتكون بتشوف الكتب مع صاحبه وبتكون مستغربه وبتلاقي بلاك هارت بيموت صاحبه. وبيوصل جوني لهناك وبيلاقي صاحبه ميت وروكسي على الارض وبتشاور ليه وبيروح بلاك هارت عليه، بس جوني بيتحول وبيقول له يبص في عينه بس بيضحك عليه وبيقول له ان الخاصيه ديت مش شغاله معاه. وبيضربه وبيقول له روح يجيب العقد لو عايز يحمي حبيبته. وبيروح جوني للراجل اللي عند المقابر وبيقول له ايه اللي حصل وبيسأله على العقد وان هو مش عارف ينهي الموضوع ده من غيره وبيكون هيحفر في المكان كله، بس الراجل قال له استنى وبيكسر المجرفه بتاعته وبيكون جواها. وبيقول له جوني لازم يثق فيه. قال له ليه؟ قال له عشان هو مش بيمتلك شبحه. وبيقول له الراجل ان هو عمل كده عشان الحب واي حد ممكن يعمل كده هيبقى مش متوقع وده افضل حاجه ليه. وبيديله العقد وبيكون هيروح معاه وبيسفر وبيكون في حصان جايله وبيركب عليه وبيكون هو اول فارس اللي كان بيحكي له عليه. وبتحاول جوني هو كمان وبيمشوا سوا وبيوصل للمكان وبيقول له كارتر يخليه في الظل وبيديله سلاح وبيقول له ان دي نهايه الرحله بتاعته وهو ما عندوش اي حاجه تاني كان ليه اخر مره يتحول فيها وهو فضل شايلها الوقت ده. وبيشكره جوني وبيمشي وبيكون بلاك هارت واصحابه بيخوفوا روكسي وبيقول للي معاه يعطلوه عشان الفجر قرب. وبيقرب جوني وبيكون دخل في الميه وبيطلع عليه صاحب بلاك هارت وبيكون بيخنق جوني بس بيتحول جوني تحت الميه وبيحرقه. وبيخرج جوني وبيركب الدراجه وبيمشي وبيكون المكان كله مخيف وبيروح ليه وبيكون معاه روكسي وبيطلع العقد وبيقول له يسيبها فبيرميها بعيد وبيجي ياخد العقد بس جوني بيتحاول وبيضربه بس بلاك هارت بيرمي جوني على الارض وبيروح على العقد بس جوني بيمسك كرة نار وبيرميها عليه وبتكون الشمس بتطلع وبيقول له ان وقته خلص بس جوني بيطلع السلسله وبلاك هارت بيمسكها وبيرميه بعيد وبتفوق روكسي وبيرجع جوني لطبيعته تاني. وبيروح بلاك هارت يقرا العقد وبيطلب من الوحوش كلهم يجوا عليه وبيكون عددهم كبير قوي. وبتروح روكسي عشان تفوق جوني وعين بلاك هارت بتتحول وبيكون شكله بقى غريب وبيروح على جوني بس بيضربه وبيقول له روكسي تهرب وبيقوم يضرب نار عليه وبيكون عاوز يدخل للظل بس بيضربه بلاك هارت وبيرميه بعيد وبيخنقه بعدها بس روكسي بتضرب نار عليه لحد ما الرصاص بيخلص وبيقول لها جوني ترمي البندقيه ليه فبترميها وبيحولها جوني وبيضربه طلقه نار وبيتدمر بس بيتجمع من تاني وبيتحول جوني وبيروح ليه وبيخلي الارواح دي تحس بالذنب اللي عملته كله وبيرمي بلاك هارت
في جنب، وبتروح روكسي تلمسه وبيتحول لبشري تاني. وبيروح الراجل اللي عمل معاه الصفقة وبيقول له ان هو عمل اللي طلبه منه، وده وقت ان هو يرجع له قوة الفرس الشبح وهو حر دلوقتي. بس جوني بيقول له لا، وهو يخلي القوة ديت عنده وهيستخدمها ضده، وبيزهق وبيتبخر. وبيروح جوني وروكسي تاني للشجرة اللي كانوا عندها وهم صغيرين، وبيقربوا لبعضهم من تاني. فيلمنا بيبدأ وبيكون في واحد اسمه بندكت راكب على دراجة وبيروح عند كهنة وبيقول لهم لقيتوا الولد؟ قالوا له أيوة، وبيدخل معاهم وبيقول للكاهن إن الشيطان ذات نفسه عاوز الولد ده ومفيش غير مكان واحد آمن للطفل وهو هنا. بس بيقول له الكاهن إن النبوءة هتتحقق والطفل مش هينفع حد وبيمشي. بس بيحصل هجوم مفاجئ عليهم وبيكون في جنود نازلين على المكان وبيدخلوا المكان وبيكون الطفل مع واحدة اسمها نادية وبتكون أمه وبيكونوا لقوهم. بس بندكت بيلحقهم وبيرمي الراجل ده وبينزل عليهم، بس بتضرب نادية نار عليه وبيقول لها ان هو معاهم وممكن يحميهم، بس بتقفل الباب وراهم وبيكون اللي كان واقف واحد بيثبته بالسلاح وبيقول له هم فين. بس بيلاقي عربية فجأة بتخرج وبيموت الكاهن، وبيكون بندكت بيخرج ورا العربية ديت بالدراجة بتاعته، وبتكون نادية ماشية بالعربية على الطريق بسرعة وبندكت بيكون وراهم، وبيكون في عربية ماشية وراهم برضه وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. بس بندكت بينط من على الدراجة بتاعته وبيضرب عليهم نار والعربية بتتقلب بيهم. بنروح لجوني وبيصحى من النوم وبيكون في حد بيخبط عليه وبيدخل وبيكون ده بندكت وبيقول له جوني انت مين؟ بيقول له بندكت ان اخواته ماتوا وكان المفروض يبقى مصيره كده بس لولا رحمة ربنا. وبيقول له انت جوني بليز، بس جوني بيقول له يمشي من هنا عشان مش هيعرف يعمل له حاجة. فبيمسك بندكت ازازة وبيرميها ناحية الشباك وبيتكسر، فالشمس بتدخل وجوني بيتدرى في جنب وبيقول له هو بيحب الاماكن الضلمة. قال له جوني هو مين؟ قال له الدراج. وبيخرج جوني من المكان وبيحاول بندكت يقنعه وبيقول له ان هو اقوى من الشخص ده، بس جوني بيرمي عليه السلسله وبيخنقه وبيقول له انت عاوز مني ايه؟ قال له ان هو محتاج مساعدته وانت كمان عاوز ترجع روحك، وبيوري الصوره للطفل وبيقول له ان الطفل ده متعرض للخطر ودي مش حياته وانت لازم تنقذه. بس جوني بيقول له ان هو مش هينقذ حد. قال له بندكت ان هو موجود هنا وبعيد عن مكانه بالاف الكيلومترات. فقال له جوني ايه اللي مخليك فاكر ان انا هعرف الاقي الطفل ده؟ قال له ان الراجل اللي انت قابلته من سنين وعمل لك اللعنه دي هو اللي عرفه ان جوني هو اللي هيعرف يوصل للطفل ده. وبيقول له بندكت يجيب الطفل وهم يشيلوا عنه اللعنه بتاعته. بنروح لناديه وبتكون قاعده في كافيه وبتكون بتبص على شخص وبيروح يقعد معاها وبيقول لها اعتقد انك بتبص عليا، وبيقعدوا يتكلموا سوا ويفتح كلام معاها. بس الطفل بيجي ليها وبيقول لها ابوه فين؟ فالراجل بيقوم بسرعه وهو ماشي بيكون الطفل سرق الراجل ده، وبتكون متفقه ناديه معاه على كده وبيخرجوا هما الاتنين جري على العربيه وبيكون في ناس مستنينهم بره وبيتحركوا هما الاتنين بالعربيه وعربيتين كمان بيتحركوا وراهم. وبيقعد بندكت وجوني بيمسك صورة الطفل وبيقول ان هو حاول يمنع الدراج من الظهور فترة كبيرة بس هو عاوزه يظهر دلوقتي. وبتكون نادية وابنها في العربية وبيكون الطفل نام وبتلاقي ان في عربيات كتير وراها وبتحاول تهرب منهم، والطفل بيصحى من النوم وبيفضلوا يحاولوا يوقفوها وهي سايقة العربية. ونفس الوقت جوني بيكون بيحاول يتحول وبندكت بيجي يولع عود كبريت بيلاقي النار بتروح ناحية جوني فبيروح لجري وبيكون المكان كله بيولع. وبيكون جوني خرج بالدراجة وبتخرج الأم ومعاها مسدس وبتخلي ابنها جوه العربية، بس في ناس بيروحوا عليها وبيضربوها وبيطلعوا الطفل من العربية عشان ياخدوه. وبتفضل نادية تترجى في كاريغان الشخص ده بس بيقول لها ان هو مش هيسيب ابنها وبيرفع مسدس عليها. بس فجأة جوني بيدخل بالدراجة وهي كلها نار بيقف وسطهم وبينزل وبيكون ماسك السلسلة بتاعته وبيكونوا كلهم مرعوبين من اللي شايفينه وبيضربوا عليه نار بس مش بيموت، وبيطلع السلسلة بتاعته وبيرميها عليهم وبيموتهم. وبيروح يبص في عين واحد وديت الميزة اللي كانت موجودة معاه في الجزء الاولاني، لو ما شفتوش ارجع شوفه بسرعة. وبيقلب عليه كل الشر اللي هو عمله في حياته وبيروحوا يطلعوا بندقية والطفل بيفوق اول ما بينزل نقطة دم على الارض وبيجوا يضربوا على جوني بس محدش بيكون قادر عليه وبيضربوا عليه هو والعربية وبتتدمر بيه وبياخدوا الطفل معاهم في العربية وبيجروا. وبتكون دانيا على الأرض وبيصحى جوني وبيكون في المستشفى وبيحاول يتكلم مع الممرضة وبيكون بيهلوس عشان بيكون مستغرب ان هو هنا. وبتسيبه وبتخرج وبيروح على اي علاج عشان ياخده وبيخرج وبيلاقي شرطة موجودين في المكان وبيتحرك وبيلاقي نادية موجودة وبيقف يبص ليها وبتعرف ان هو الدراج وبتمشي. وبيكلم كاريغان راجل وبيقول له ان هو عاوز مبلغ اكبر عشان هو كان عارف الطفل ده، بس بيقول له ان هو كان بينهم اتفاق. فقال له كاريغان ان الاتفاق بتاعهم ملغي عشان هو اتورط في فيلم رعب و3 من الرجاله بتوعه ماتوا وكان واحد موجود جسمه كله مولع نار. فبيقول له الراجل يقول له ايه اللي حصل كده تاني، فبيحكي ليه تاني
فبيقول له الراجل دوت يدي الموبايل للطفل وبيقول له يسمع ولازم يسمعه كويس، وبيفضل يقول حاجات مش مفهومة. وبعد كده الطفل بيصرخ بصوت عالي وبيغمى عليه، وبيتكلم الراجل ده وبيقول له يعتبر الطفل أكنه حاسوب، وهو حمل عليه برنامج دلوقتي عشان الدراج ما يعرفش مكانه فين ولا يتعقبه، بس هو ممكن يلاقيه برضه ولازم يتحرك. وبيقفل السكة وبيحس جوني باللي بيحصل، وبيخرج برضه وبيشوف نادية وبيخرج ليها وبتحاول تفتح اي عربيه وبتحس ان حد مراقبها فبتمشي، وبيروح جوني وراها فبتطلع مسدس وبتقول له مين اللي بعتك، وبتكون ما عرفتش هو مين. فقال لها جوني الطفل داني هو ابنك، بس بتقول له ان الرصاصه مش بتاذيك وانت متحول، بس ممكن دلوقتي تموتك. وبتقول له هي ليه تثق فيه؟ قال لها ما تثقش فيه، وهو لو ملاش ابنها هو هيموت اصلا. وبيقرب ايدها على دماغه وبيقول لها تموته، بس بتنزل المسدس وبتقول له ان هو عارف يجي له امبارح ازاي وهيعرف يعمل كده تاني دلوقتي ولا لا. قال لها ان هو كان عنده احساس بيه بس دلوقتي ما بقاش يحس بيه تاني. فبتكون زعلانه، بس هو بيقول لها هو ما ماتش، وحد حاجبه عن الرؤيه بتاعته. وبيتحركوا سوا بالعربيه وبيقول لها هو مين اللي خطف ابنك؟ قالت له كاريغان، كان مهرب اسلحه وتاجر مخدرات ومرتزقه. قال لها يعني كاريغان ابوه؟ قالت له لا. وسالته لما قابل الشيطان عرض عليه الاتفاق؟ قال لها ايوه حياه ابوه وكذب عليه. قالت له في حالتي كنت منقذ نفسي، وكان المفروض يحصل صفقه مخدرات كبيره لحساب كاريغان، بس الامور بقت سيئه وهي عرفت تهرب من شباك في الدور الثالث وكانت بتموت خلاص، لحد ما الشيطان ظهر ليها ووعدها ان هو هيشيل عنها الالم عشان ينقذ حياتها، بس طلب منها حاجه في المقابل. قال لها جوني ابنك. قالت له انت مش هتفهم الوضع. قال لها لا انا فاهم، ابنك يعتبر ابن الشيطان. وبيقول لها ان مورو ما قالوش كده. قالت له مين؟ قال لها قسيس اسود فرنسي ومدمن للخمر. وبيقول لها انت عارفاه؟ قالت له ايوه، وهو حاول يساعدهم في وقت. وبيفوق الطفل من النوم وبيقول للراجل هو ممكن يفتح الشباك، بس هاريغان بيزعق عليه. فالطفل بيمسك الطاره بتاعه العربيه عشان يموتهم ويخبطوا كلهم بالعربيه، وبيخرج الطفل من العربيه وبيجري، وبيحاول هاريغان يمسكه بس بيهرب منه، وبيسيب هاريغان الباقي جوه العربيه وبيجروا وراه، والعربيه بتتفجر باللي موجودين فيها. وبيكمل الطفل جري لحد ما رجله بتتكسر، وبيروح هاريغان ليه وبياخده، وبيكون في 2 موجودين وبيروحوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وبيكلمهم هاريغان وبيقول لهم الشاحنه ديت شغاله. قالوا لي ايوه، فبيموتهم وبيركبوا فيها. وبيبدا جوني يحس بالطفل تاني، وبيكون جوني بيتكلم مع نادية وبيقول لها ان هي لازم تبقى خايفه منه عشان لما هو بيتحاول مش هيعرف يسيطر عليه. وبالنسبه للوحش ده فهي زي هاريغان عشان هي مش كويسه زيهم برضه، بس بتقول له ان هي مش خايفه منه. وبيروح بعدها هما الاتنين لمكان بيكون فيه قتالات غير شرعيه ومراهنات، وبيروح الواحد هما الاتنين وبيثبتوه، وبيكون جوني بيبدا يتحول، والراجل بيقول له ان هو معاه اللي هيكيفه. بس جوني بيضحك وبيقول له اكيد هاريغان قال لك اللي حصل امبارح عن الراجل اللي قتل الرجاله بتوعه، والشخص ده موجود جواه، ولو هو ما قالوش اللي هو عاوزه هيخلص عليه دلوقتي. وبيقول له فين هاريغان؟ قال له ان هو في المحجر عشان يجيب اسلحه ورجاله كمان عشان بيجمع لجيش، وبيدخل ناس عليهم وبيهربوا هما الاتنين، وبيضرب جوني في اللي بيقابله. وبيكون جوني بيبدا يتحول والدرجه بتتحول وبيمشي بيها بسرعه رهيبه، وبيكون في ناس كتير قوي في المحجر ده واسلحه كتير قوي، وبتكون اسلحه مدمره. وبيكون الطفل مربوط ومغمين عينه، وبتروح امه ليه وبتقول له ان هي هتخرجه، بس واحد بيروح ليهم وبيرميهم على الارض، بس بتطلع نادية مسدس وبتضربه وبتاخد ابنها وبتجري. والناس اللي موجودين في المكان بيسمعوا الصوت وبيكونوا شايفين حد داخل عليهم وبيكون الدراج، فبيجرب السلاح المتعقب عليه وبيكونوا مبسوطين بيه، بس بيلاقوه واقف قدامهم برضه وما حصلوش اي حاجه، وبيكونوا كلهم خايفين منه وبيستعدوا للضرب. بيرمي جوني السلسله بتاعته عليهم وبيموتهم كلهم، بيكونوا كلهم في حاله رعب وبيفضلوا يضربوا على جوني بس من غير اي نتيجه. وبيكون في عدد كبير قوي موجود في المكان وبيفضلوا يضربوا في جوني بس مفيش اي حاجه بتحصل ليه. وبيروح جوني وبيطلع على آلة مدمره وبيحولها كلها وبيتحكم فيها وبيموت كل اللي موجود في المكان، وبتاخد نادية ابنها وبتهرب. وبيشوف كاريغان نادية وبيكون هيموتهم، بس جوني بيسحبه بالسلسلة وبيمسكه وبيرميه بعيد، والطفل بيقول لأمه ان هو جاي. وبتشوف نادية جوني جنبها وبيحاول يشدها من العربية وبياخدها وبتنزل من العربية وبيكون خلاص هيموتها، بس الطفل بينزل وبيقول له بس ويسيبها، فجوني بيسيبها. وبيكون جوني مش على بعضه وبيروح لحد الطفل وبيفضل يطلع دخان كتير لحد ما بيرجع لطبيعته تاني، وبيروح ياكله في مطعم. وبيشوف جوني الطفل قاعد زعلان ان هو ملوش عيله، وبيجيب ليه الاكل وبيقعد يتكلم معاه وبيسأله امه فين. قال له جوني ان هي بتملى خزان الوقود. وبتروح نادية ليهم وبتقول لهم هنعمل ايه تاني؟
قال لها جوني ان دي باكت بيقول ان الخطر هيمشي في خلال كام يوم وانه هياخدهم في مكان عشان يحميهم، وبداكت جاي ليهم دلوقتي ولازم يتحركوا بسرعه عشان اللي بيدوروا عليهم ما خلصوش منهم. وبيروح الشيطان لكاريغان والمكان متدمر وبيقول له ان هو ما وفاش بوعده ليه وكان متوقع منه اكتر من كده، بس كاريغان قال له ان هو ميت دلوقتي. بس الشيطان بينزل وبيلمسه فبيحوله وبيقول له كاريغان هو عمل فيه ايه. قال له ان هو اداله فرصه تانية والمره دي هيبقى اقوى كمان واي حاجه هيلمسها هتتحلل. وبيروح كاريغان يلمس واحد من المسعفين وبيتحول قدامه الهيكل عظم، وبيقول له الشيطان ان هو عاوز الطفل وهو ما عندوش اي اعذار دلوقتي. وبيقعد جوني يتكلم مع الطفل وبيهزروا سوا وبيضحكوا، وبيكون مورو جالهم وماشي وراهم بدراجة، وبينزل جوني من على العربية هو والطفل وبيركبوا الدراجة وبيفضل جوني يعمل مهارات بالدراجة، وبيكون الطفل مبسوط وبيكون كاريغان في عربية وكل حاجة بيفضل يمسكها بتتحلل في ايده ومش بيكون عارف ياكل اي حاجة. وبيروح مورو بيهم لمكان مقدس وبيكون مكان عامل زي الجبل، وبيقول لنادية وابنها يخشوا وهم وراهم شغل هيخلصوه ويرجعوا تاني، بس الطفل بيكون رافض. فجوني بيقول له ان هو هيبقى هنا في امان والحاجة الوحيدة اللي ممكن تأذيه هو وامه هو جوني ولازم يتأكد ان ده مش هيحصل. وبيمشوا وبيروح مورو وجوني المكان وبيكون كله ازايز خمرة، وبيقول له جوني هو هيعمل اللي قاله عليه امتى، بس مورو قال له انه ممكن يموت ولازم يعترف بكل حاجة قبل ما يموت. قال له ابوه وهو ما عملش كده عشانه، هو عمل الاتفاق ده عشان نفسه وكان مستعد للموت عشان كان فاكر انه ممكن يغير كده. وبيقول له جوني هو جاهز وبيروح للمكان والمكان بيتقفل عليه، وبيدخل نور شديد لجوني وبيفضل يحس بكل التحولات اللي حصلت لحد ما بيغمى عليه بس بيفوق تاني وبيكون مبسوط خلاص انه اتخلص من اللعنة دي. وبيفضل ينادي على مورو وبيلاقي ان المجموعة اللي هو جابهم عندهم ونادية وابنها ومورو مهددينهم وبيقولوا ان موعد النبوءة بكرة ولازم الطفل يموت. وبيحط ايده على نادية وبيغمى عليها وبيبعدهم كلهم عن بعض وبيخرجوا الطفل وسط دايرة وبيكون هيموتوه. بس الراجل ده فجأة بيحس احساس مختلف وبيكون كاريغان دخل عليهم وبيلمس الكل وبيفضل يموت فيهم كلهم. بيجي عند الراجل اللي في النص ده وبيكون هيموت الطفل وبيمسكه، بس كاريغان بيفضل يتريق عليه عشان ايده بتكون بتتحلل بعدها وبيموته وبيكونوا كلهم ماتوا والطفل واقف في النص. وبتروح نادية تشوف اللي حصل وبيكونوا كلهم مستغربين، وبيقول لهم مورو ان النهارده يوم النبوءة، هو ان الطفل هيكمل فيه 13 سنة وان الشيطان كان عامل الطفل ده كوعاء وبعد كده هينقل روحه جوه الطفل ده ومش هيكون الطفل موجود تاني. بس بيقول لهم جوني ان اليوم ده لسه ما خلصش وهم معاهم وقت ومش هينفع يسيب الطفل عشان لو سابه هيبقى بيبدل شيطان بشيطان تاني. وبيوصلوا لتركيا وبيكون كاريغان جاب الطفل معاه والشيطان بيقول له ما يلمسوش وبيخرجوا الطفل من العربية وبيكون مبسوط وبيقول له انت عارف انا مين. بنروح لمورو وهو بيعرف مع النبوءة دي واللي هيحصل وبيجهزهم بالأسلحة، وبيقعد الشيطان مع الطفل وبيقول له انت عارف ايه اللي عمل في عيني كده؟ عشان هو في جسد بشري والجسد ده ضعيف بس انت نصك بشري وعندك القوة بتاعتي كلها جواك. وبيقول له المثل العربي بتاعنا هذا الشبل من ذاك الأسد، وحد بيجيب لي حقن وبيدي الطفل حقنة عشان يخدره. وبيوصلوا للمكان وبيكونوا شايفين الكل وبيقول له جوني مين دول؟ قال له دول جنود الشيطان وبيكونوا جايين عشان يشوفوا الحدث اللي هيحصل. وبيجيبوا الطفل وبيحطوه قدام الناس كلها والشيطان جنبه وبيبدأوا يشوفوا عدد من الناس اللي موجودة. ونادية بتكون زعلانة وبيروح جوني ليها وبيحاول يهديها وبتقول له ان هي عملت حاجات كتير غلط في حياتها وداني ابنها هو الحسنة الوحيدة في حياتها، وبتبدأ تموت فيهم واحد ورا التاني. وبتشوف جوني ومورو وهم بيدخلوا ومورو بيقول له جوني ان هو هيتولى الجزء الامامي كله وبيوضعوا بعضهم، وبيدخل مورو بيموت في الاتنين اللي واقفين وبيكون الطقس بيتعمل خلاص وعين الطفل بتتحول وبيكون روح الشيطان بتتنقل للطفل. بس مورو بيظهر وبيموت في الناس اللي موجوده وبيفصل الترابط اللي كان بيحصل، وبيروح جوني للشيطان وبيضربه وبيكون بيموت في الكل. وبيحاول جوني يمد ايده للطفل بس الطفل بيكون لسه تحت التأثير، وبيروح كاريغان لمورو وبيمسك ايده وبيكون بيحوله. وبيحاول جوني يتكلم مع داني وبيقول له ان هو هيمشي من هنا بس الشيطان بيرمي جوني بعيد. وبيشوف جوني مورو بيتحول وقبل ما يموت بيضرب كاريغان وبيقول له الشيطان ان هو عامل زي الحشرة وبيروح كاريغان ليه عشان يموته هو كمان. وبيكون بيتحلل بس فجأة الطفل بيروح لجوني وبيقول له جوني ان ديت مش حقيقته. فبيقول لابوه اللي هو الشيطان انت قلت لي ان قوتك هي قوتي ومتشابهين صح؟ وبيفتكر جوني العقد اللي وقعه وبيقول له يعمل كده، فبيروح عليه وبيرجع قوة نار الجحيم ليه من تاني. ونادية بتكون واقفة وبتلاقي الدراجة اتحولت وبيتحول جوني بيموت في كل اللي حواليه، وبياخد الشيطان الطفل وبيهرب بيه في العربية وبيكون مغمى عليه، والدراجة بتروح لجوني وبيركبها وبيتحرك وراهم بسرعة وبيحاولوا يضربوا عليه نار بس من غير أي فايدة، وبيموت جوني في الكل. وبيركب جوني عربية وبيحولها لعربية نارية
وبتكون نادية راحة وراهم برضه، وبيكون كاريغان راح على العربية بتاعت نادية وبيلمس الإزاز وبيكون بيتكسر وبيكسره فعلا، وبيحاول يلمس نادية بس جوني بيسحبه بالسلسلة قبل ما يموتها وبيتعاركوا سوا فوق العربية، بس جوني بيكون أقوى وبيضرب فيه، بس كاريغان بيجي من وراه وبيضربه برضه، وبيكون بيحاول يخليه هيكل عظمي بس هو بالفعل هيكل عظمي، وبيكون جوني بيروح عن الوعي بس الجمجمة بتاعته بتولع تاني، وبيبص في عين كاريغان وبيقلب عليه كل اللي هو عمله في حياته وبيترمي من العربية وبيموت، وبيستدعي الدراجة بتاعته وبينط وبيركب عليها وبيطلع السلسلة وبيقلب العربية اللي ماشي فيها الشيطان وداني، وبيمسك جوني الشيطان وبيكون مفزوع منه وبيقول له ان هو اسوأ اتفاق عمله في حياته، وبيموته جوني، وبيكون جوني مولع قصاد الشمس عادي، وبتروح نادية عشان تلاقي داني وبتخاف اول ما بتشوف جوني، بس جوني بيطلع داني من العربية وبيروح ليها وبيديها داني في ايدها، وبيتحول جوني لطبيعته تاني، وبيقول ان مور قال له ان الدراج كان ملاك بس فقد ثوابه وهو حاسس بكده دلوقتي، وبيكون النار بتاعته بقت لونها ازرق وبيلمس داني بيها فبيصحى. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز تتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. بس نشوفكم الفيلم الجاي، سلام.